حبايبنا طلاب تانية اعدادي، وحشتونا جدا يا شباب. عاملين ايه؟ ذاكرنا الدرس الاول لازم يتذاكر قبل ما نسمع درس النهارده. ودرس النهارده درس من الدروس المهمه جدا جدا جدا، ومحتاج تركيز. قدامك ورقه وقلم عشان هتكتب شويه تفاصيل مهمه معايا النهارده. تمام؟ طيب، اول حاجه درسنا النهارده بيتكلم على حاجه اسمها الانترفلز. والسؤال المهم هنا هو يعني ايه انترفلز؟ بس قبل ما اتكلم معاك عن الانترفال عايز افكر سيادتك بحاجه مهمه جدا، وهي مين؟ وهي حاجه اسمها الانيكواليتي. السؤال هنا هو يا مستر كان يعني ايه انيكواليتي؟ تعالى بقى مع بعضينا كده ونفتكر مع بعض. اولا كده حضرتك كنت بتفرق السنه اللي فاتت ما بين حاجتين، وانا رجعت في فيديو المراجعه بتاع المحاضره التاسيسيه عليهم هما الاثنين: الايكويجن والانيكواليتي. الايكويجن كنت دايما بقول لحضرتك ان الايكويجن لازم يكون فيها مين؟ لازم يكون فيها ايكوال، فكنت بعرف ان دوت ايكويجن، صح؟ لكن الانيكواليتي ممكن يكون فيها جريتر ذان، ممكن يكون فيها ليس ذان، ممكن يكون فيها جريتر ذان اور ايكوال، وممكن يكون فيها ليس ذان اور مين؟ اور ايكوال. هو انا لما كنت اجي اقول لحضرتك بتحل انيكواليتي، سولفنج ذا انيكواليتي، بتحلها ازاي؟ يعني انا لو جيت قلت لسيادتك فايند مين؟ فايند اول حاجه سوليوشن سيت ان مين؟ ان ار. واعتقد خلاص سيادتك كبرت وعرفت مين هي الار من الدرس اللي فات، اللي هي الريل نمبر، صح؟ طب انا لو قلت لك هات لي السوليوشن سيت في ار لمساله زي اللي انا هكتبها دلوقتي، اللي هي مثلا 2x minus 5 greater than or equal مين؟ or equal 3. فكنت حضرتك بتعمل ايه؟ علشان تحل الانيكواليتي انت بتتعامل معاها نفس تعامل الايكويجن. اول حاجه بنخلص منها مين؟ البلس او الماينس. الماينس 5 وديها الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف. فبالتالي تقدر تقول لي ان ال 2x greater than or equal 3 بلس مين؟ 3 بلس 5. فكنت تيجي تقول لي ان ال 2x مالها بقى؟ greater than or equal 8. تقول لي يا مستر ال 2 دي بالايه؟ بالباي. وده اللي كان بيحصل ولا لا؟ تقول لي وديها الناحيه الثانيه بالديفايدد، فتوديها ديفايدد 2. 8 ديفايدد 2، فبالتالي ان الاكس تطلع معاك جريتر ذان اور ايكوال مين؟ 2. ويجي هنا السؤال المهم: هو مين الارقام اللي جريتر ذان اور ايكوال 2 وموجوده جوه الار؟ خلي بالك السؤال تاني وبعدها للمره الثانيه. انا هنا عايز اجيب السوليوشن سيت ان مين يا عمنا؟ ان ار. ايه ده، هو تفرق؟ طبعا تفرق. لما كنت في اولى اعدادي بقول لك ان زد الارقام اللي جريتر ذان اور ايكوال 2، لو انا قلت لك ان زد كنت حضرتك بتقول لي ايه؟ كنت تقول لي ان السوليوشن سيت بتاعتك هي عباره عن ايه يا عمنا؟ عباره عن مين الارقام اللي اكبر من اور ايكوال 2؟ اللي اكبر من او قد 2 يبقى 2 3 4 5. فكنت بتقول لي 2 و3 و4 و5 اند سو اون. لكن لما اجي اقول لسيادتك مين الارقام اللي جريتر ذان اور ايكوال 2 ان ايه؟ ان ار. ما هي حبيب قلبي الزد كزد ما جواهاش الا الارقام دي، يعني الزد ما فيهاش رقم ديسمال. لكن مين الارقام اللي جريتر ذان اور ايكوال 2 وموجوده في ار؟ هتقول لي 2 2.1 2.11 2.1111 2. وهكذا لحد ما توصل ل 3 3.1 3.11 3.111 وتفضل تكمل على هذا الاساس ولا لا؟ فهل انا قادر اكتب السوليوشن سيت ان ار هل انا قادر اكتبها بنفس الطريقه دي كارقام؟ قادر ان انا اعملها كده بالطريقه دي، اقعد اكتب رقم رقم؟ مش هخلص. امال كنت بتعمل ايه؟ كنت ساعتها بتحل الانيكواليتي تقول لي اولا ان الاجابه بتاعتك اكس، وتقول لي ان الاكس دي بيلونج لمين؟ هو انت بتجيب السوليوشن سيت في مين؟ في ار. فكنت تقول لي ان الاكس دي بيلونج لمين؟ بيلونج تو ار. بعد كده بتاخد الانيكواليتي بتاعتك اللي هي اكس جريتر ذان اور ايكوال 2 بترزعها لي زي ما هي، صح؟ ما كانش فيها اي مشكله. انت كنت في اولى اعدادي بتتعامل مش مع ار، كنت بتتعامل مع الكيو، فكنت بدل ار هنا بتحط كيو، مش فارقه لي كتير، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. تاني، طب انت فارقه معاك في ايه؟ ايه علاقه اللي انت بتتكلم فيه دوت بالانترفال؟ قال لك بص بقى يا سيدي، انت تعرف دلوقتي لو انا جيت مساله تانية غير دي خالص ورحت جيت قلت لحضرتك بالنسبه لك هنا، تعالى كده نمسح مع بعض الكلام ده كده انا مش عايزه،
عايز مسألة تانية بس على الانيكواليتي. لو انا جيت قلت لسيادتك عندك 2x ماشي minus 5 greater than 3 and less than مين؟ less than حاجة زي ال 7. حلو. تحل دي ازاي؟ ايه يا مستر ده؟ طب وانا اعمل ايه؟ بص يا عم، بالنسبة لي معناه، ده بالنسبة لي معناه ان انا عايز احل لازم اجيب قيمة اكس. هو انا كنت بحل مسألة زي دي ازاي في اولى اعدادي؟ تعال، كنت اولا بخلص من الماينس 5. السؤال هنا هي الماينس 5 دي تروح يمين ولا شمال؟ كنت بقول لك لا، بتروح في الاثنين. ما هو ما ينفعش تروح الناحيه والناحيه الثانيه، لا لازم اعمل بالانس. فعشان اعمل بالانس تروح هنا بالبلس، ونفس الكلام تروح هنا برضو بالبلس. ف 3 بلس 5 ب 8. حلو. جريتر للزان ادي 2 اكس، خلاص ال 5 اتشالت من هنا. للزان 7 بلس 5 ب 12. طب نفس الكلام ال2 تروح فين؟ هنا ولا هنا؟ لا تروح هنا وتروح برضو هنا. يبقى الاكس جريتر ذان مين؟ جريتر ذان 8 ديفايدد 2 4 وليس ذان مين؟ 12 ديفايدد 2 بكام؟ ب 6. يبقى الاكس جريتر ذان 4 وليس ذان 6. طب حضرتك لو هتكتبها كسوليوشن سيت عادي، هتيجي تقول لي ان السوليوشن سيت دي عباره عن ايه بقى؟ قال لك عباره عن ايه؟ اكس، والاكس دي بيلونج لمين؟ انا شغال في ار، يبقى بيلونج تو ار، وتقوم قايل لي ان الاكس جريتر ذان مين؟ جريتر ذان 4 وليس ذان مين؟ وليس ذان 6. ادام انت عندك انيكواليتي، الانيكواليتي دي يتقال عليها ان انا اقدر اكتبها بشكل الانترفال. يعني بدل ما انا اكتب السوليوشن سيت بالمنظر ده، انا هعلمك منظر جديد تكتب بيه السوليوشن سيت. هعلمك منظر جديد تمسك انيكواليتي زي دي وتكتبها بمنظر جديد. بس هفهمه لك ازاي، بس تعالى معايا واحده واحده. طيب اولا كده نيجي هنا، انا عندي كام نوع من الانترفال؟ انا عندي بالنسبه لي نوعين. عندي اولا ودي حاجه مهمه جدا، وهي حاجه اسمها باوندد انترفال. باوندد انترفال هو ايه هي الباوندد انترفال؟ انترفال محدوده. يعني ايه باوندد انترفال؟ يعني ايه انترفال محدوده؟ انا مش فاهم. اقول لك تعالى لي. يعني ايه باوندد انترفال؟ يعني انترفال ليها بدايه وليها نهايه. زي مين؟ زي اللي فاتت دي بالظبط. هي مش الانيكواليتي بادئه بالفور وانتهت عند مين؟ وانتهت عند السكس. يعني ليها اول وليها اخر، عشان كده بقول عليها كلمه باوندد. امال امتى اقول عليها unbounded؟ اقول عليها كلمه unbounded لما اقول لك x greater than 3. من الارقام اللي اكبر من 3؟ 3.1 3.11 4 5 6 7. كمل. هل انت عارف نهايتك فين؟ لا. فدي يتقال عليها unbounded. يتقال عليها مين؟ unbounded. يبقى انا عندي نوعين من الانترفال، الباوندد انترفال، وعندي النوع الثاني وهو اسمه مين؟ unbounded interval. حلو الكلام. يبقى انا عندي انترفال اهو. تمام كده الكلام. يبقى انا عندي كام نوع من الانترفال يا ريس؟ 2، الباوندد انترفال والانباوندد انترفال. طب تعالى كده واحده واحده بقى واتكلم معايا وركز لي. اول حاجه في الباوندد انترفال دي رقم 1 اهي. لما اجي اقول لسيادتك اكس، كلام جميل، جريتر ذان اكس جريتر ذان مين؟ جريتر ذان اور ايكوال 2 وليس ذان اور ايكوال مين؟ اور ايكوال 3. حلو. ده معناه ايه؟ ده معناه الكلام ده كله انا شغاله ان ار اصلا. حلو. هو من الارقام، او خلينا يا عم نخلي دي 5 عشان نوسع الدنيا شويه، من الارقام اللي ما بين ال 2 وال 5 هيطلع حد يقول لي 3 و4، اقول لك غلطان. هيقول لي يا مستر 3 و4 بس، اقول لك لا، انت هنا في ار. فالارقام اللي ما بين ال 2 وال 5 حضرتك، الارقام اللي ما بين ال 2 وال 5 انت جريتر ذان اور ايكوال 2 صح؟ يبقى ال 2 معاك و2.1 2.11 2.2 وساعة كده 3 و4 و4.1 و4.11 وهكذا لحد مين؟ لحد ال 5. الانترفال دي ليها اول وليها اخر. الانيكواليتي دي ليها اول وليها اخر. حلو. ازاي اكتب الانيكواليتي دي في صورة انترفال؟ قال لك تعالى بقى يا عم. اولا كده واحده واحده مع بعضنا. هو مين اولك؟ ال2. يبقى حضرتك تكتب اول حاجه ال2. خلينا نكتب هنا اهو ال2. طب كلام جميل.
كوما مين اخرك؟ ال5 يبقى 2 5. ايه ده بس كده؟ لا تعالى بقى للنقطة المهمة. هو انت هنا في ايكوال ولا مفيش؟ في ايكوال. معنى ان انت هنا في ايكوال يبقى ال2 دي الرقم ده معايا ولا مش معايا؟ لا معايا. يعني ايه يا مستر معايا مش معايا؟ يعني انا قلت لك اكس جريتر ذان اور ايكوال 2، يبقى انا ببتدي من عند ال2 ولا من بعد ال2؟ لا من عند ال2. ادام قلت لك اور ايكوال يبقى ال2 دي معاك. لو الرقم ده معاك يبقى انت بتعمل سكوير براكت بالمنظر ده. ده كده اسمه كلوزد. ايه ده كده اسمه ايه؟ كلوزد. طب لو انا عملته العكس كده، ده كده اسمه اوبن. ايه ده وانا ممكن اعمله بالشقلوب ده؟ اه. طب امتى بعمله كلوزد وامتى بعمله اوبن؟ لو الرقم اللي هنا ده معايا يبقى انا بعمله كلوزد. ده معناه ان ال2 معايا. لسه احنا في اولها. ال5 معاك ولا مش معاك؟ عندها ايكوال. الاكس ليس ذان اور ايكوال 5، يعني ال5 معايا يبقى برضو ال5 كلوزد. يبقى السكوير براكت عندي نوعين من السكوير براكت. لو انا عملته لجوه كده يبقى ده كلوزد. طب لو عملته الشقلوب يبقى ده كده اوبن. كلوزد دي معناها ايه؟ ان ال2 معايا وان ال5 معايا وكل اللي ما بينهم معايا. دي كده بيتقال عليها ايه؟ انترفال. دي كده يتقال عليها ايه؟ ده كلوزد وده كلوزد يتقال عليها كلوزد انترفال. تاني يتقال عليها ايه؟ كلوزد انترفال. ليه؟ لان انا هنا الانترفال دي من كام لكام؟ من ال2 لل5. من ال2 لل5 وكل اللي ما بينهم معايا. من ال2 لل5 وكل اللي ما بينهم، سواء كان ديسمال كان راشنال كان irrational كان عفريت ازرق برضو معايا. اتفقنا؟ ال2 معايا ولا مش معايا؟ لا معايا. ال5 معايا ولا مش معايا؟ معايا. يعني لما اجي هنا لسيادتك اول حاجه بالنسبه لي اجي اقول لك هنا دي بنسميها ايه؟ بنسميها كلوزد انترفال. كلوز دي يا عمنا انترفال، ودي اول واحده. دي اول ايه؟ واحده. اجي السؤال اللي هنا عايزك تعبر لي عن الكلوزد انترفال دي اون ذا نمبر لاين. ايه ده ازاي؟ السؤال هنا ازاي اعبر عنها بالنمبر لاين؟ تقوم جاي سيادتك عامل نمبر لاين زي ده اهو. حلو. اولك هنا مين اولك؟ ال2. فتيجي تعمل هنا تعمل سيركل لل2. مين قصادها؟ ال5. فتعمل سيركل لمين؟ لل5. حلو الكلام. سؤالي بقى ال2 معاك ولا مش معاك؟ ادام كلوزد يبقى معايا. ادام ال2 معايا يبقى لازم السيركل بتاعتها تبقى شيدد. طب ال5 معايا ولا مش معايا؟ معايا. يبقى لازم السيركل بتاعتها تبقى شيدد. طب سؤال بقى هنا، هو انا الانترفال تقصد بيها ال2 وال5 بس ولا اللي ما بينهم؟ لا، الانترفال من 2 ل 5، يعني اللي ما بينهم كله معايا يبقى اللي ما بينهم ده كله كده شيدد. دي كده معبر عنها عن نمبر لاين. طب تعالى السؤال الجاي ويجي لي سؤال في اللي تشوز يقول لي طيب سؤال هنا ال3 مالها بالانترفال الكلوزد انترفال 2 5؟ ال3 بلونج ولا نوت بلونج؟ ايه ده؟ طب بالراحه وبالعقل هيطلع لي حد غبي يقول لي لا نوت بيلونج يا مستر، انت هنا 2 5 يا حبيب قلبي. دي انترفال ولا لا؟ ادام انترفال يبقى اللي ما بينهم معايا. طب ال3 موجوده في النص؟ انا عندي 2 في النص في 3 يبقى بيلونج. حلو. طب سؤال تاني، لو انا قلت لك ال2 نفسها هنا من ال2 لل5 معايا ولا مش معايا؟ السؤال ده مهم جدا. اعمل ايه؟ قال لي طيب تعالى بالراحه كده، من ال2 ال2 دي ال2 نفسها كلوزد ولا اوبن؟ ادام كلوزد قلت لك يبقى معايا، يبقى ديت بيلونج. لكن لو جيت قلت لك سؤال تاني، ال7 ماشي من ال2 لل5 كلوزد اهو، دي معايا ولا مش معايا؟ ايه ده؟ هي ال7 موجوده في النص ما بين ال2 وال5؟ لا مش موجوده. يبقى ساعتها دي ارد عليه واقول له ان دي نوت بيلونج فعلا. طب سؤال تاني، طب انا لو جيت هنا لعبت في دي وبدل ما انا حاططها لك كده خليتها لك 3.2 رقم ديسمال. ايه يا مستر ده؟ هو في ارقام ديسمال في النص؟ ما احنا لسه قايلين الانترفال ما بتاخدش الارقام الانتجرز بس، هي بتاخد من ال2 لل5 وكل اللي ما بينها، سواء كان راشنال كان irrational كان ريل كان عفريت ازرق معايا. ال 3.2 ده كرقم، ده رقم موجود في النص؟
ما بين ال 3.2 ما بين ال 2 وال 5 يبقى بيلونج عادي جدا، ما فيهاش مشكله. فهمتوا قصدي ايه؟ طب دي اول حاله واول كيس عندي بالنسبه للباوندد. اصبر على الانباوندد هنرجع نتكلم عنه دلوقتي، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين مساحه. خلينا واحده واحده مع بعض. يبقى احنا كده عندنا اول حاجه خلصت، بس كان لازم افهم دي كويس قوي لان الجاي كله هيترتب على دي. طب تاني واحده بالنسبه لي، وهي لما اجي اقول لسيادتك ان الاكس جريتر ذان 2 وليس ذان 5. ايه ده؟ هو ايه الاختلاف؟ لا تعالى هنا في اختلاف طبعا. ازاي؟ انت حضرتك هنا greater than or equal يعني ال2 معاك، لكن هنا انت عايز الارقام اللي اكبر من ال2. هل كده ال2 معايا؟ انا عايز اللي اكبر من ال2. مين اللي بعد ال2؟ ما تقوليش 3. لما اقول لك مين اللي بعد ال2 هنا ما تقوليش 3. اتفقنا؟ ليه يا مستر؟ ما هو اللي بعد ال2 3. لا حمار، انا بتعامل في مين؟ في ار. فاللي بعد 2 2.1 2.11 2.111 2.2 2.3 2.4 وهكذا، صح؟ فلما اجي اقول لك هنا في دي مين الارقام اللي اكبر من التو، ساعتها هتقول لي بقى الانترفال. لو انا عايز اكتب الانيكواليتي دي في صوره انترفال اكتبها ازاي؟ قال لي تعالى عادي جدا بقى خلاص. اولا هتكتب من اولك ال2، مين اخرك ال5. السؤال الاهم هنا هو ال2 معايا ولا مش معايا؟ ادام ما عندهاش ايكوال، ادام ما عندهاش علامه الايكوال دي يبقى مش معايا، وادام مش معايا يبقى ساعتها اعمل الانترفال اوبن. اوبن دي معناها ايه؟ ان الرقم ده معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا، معناها ان اللي بعده على طول معايا. مين اللي بعد ال2؟ 2.1 ده معايا بقى. طب حلو، طب ال5 ما عندهاش ايكوال يبقى هي كمان اوبن. ادام هما الاثنين اوبن فدي بيتسمى او بيتقال عليها اوبن مين؟ اوبن انترفال. يتقال عليها اوبن مين؟ اوبن انترفال. زي الفل قوي. طيب كلام محترم. فاجي بعد كده اقول لحضرتك ايه؟ تعالى لي لما دي اوبن انترفال تقدر ترسمها على النمبر لاين؟ قال لي تعالى نرسمها على النمبر لاين. يلا ادي نرسمها على النمبر لاين، وده اولا. حلو، مين اولك؟ ال2. اعمل برضو ال2 هنا اهي. الرقم الاكبر هنا ال2، ال5 اكبر من ال2 فاكيد على اليمين، يبقى هنا ال5 اهي. سؤالي بقى، هي ال2 اوبن ولا كلوزد؟ دي كده معناها اوبن. ادم السكوير بتاعي السكوير براكت ده لبره. عندي ملحوظه مهمه قبل ما اكمل. ايه هي؟ حضرتك ما تجيش تفاجئني في الامتحان وتعمل لي 2 5 والاقيك عامل لي براكت بالمنظر ده كيرف، او عامل لي براكت كيرف بالمنظر ده. لا في فرق. طيب انا هقول لك على معلومه. ده اسمه كيرف. البراكت ده البراكت ده بستخدمه امتى؟ في الاوردر بير، في الرسم البياني لما اجي ارسم 2 واطلع 5 اللي هي الرسم العادي. فاياك ثم اياك تستخدم ده اولا. انت في الانترفال ما تتعامليش بكيرف، دي نقطه. طب النقطه الثانيه، لو انا جيت عملت لك كده براكت زي ده وقلت لك 2 5، السؤال بقى هنا هو ايه الفرق ما بين البراكت ده وده؟ ده اسمه انترفال وده اسمه ست. ايه ده؟ ايه الفرق؟ هنا في الست انت مقصود بيها ال2 وال5 نفسهم، لكن اللي ما بينهم معايا ماليش دعوه باللي ما بينهم. الست كل واحد بيعبر عن حاله، يعني هنا ال2 بتعبر عن نفسها وال5 بتعبر عن نفسها. بس هنا بالنسبه لي انترفال، انا هنا ولا ال2 معايا ولا ال5 معايا، بس اللي ما بينهم معايا. يعني هنا ال2 معايا وهنا ال5 معايا، لكن في اللي فوق لا. في الانترفال لا. في الانترفال دي اوبن يبقى ال2 مش معايا ولا ال5 معايا، لكن اللي ما بينهم كله معايا. فبالتالي لما اجي اسالك سؤال هنا، لو انا جيت قلت لك دي اوبن فمش هلون، مش هخلي السيركل مفتوحه، مش هعمل لها شيدد. لو كانت كلوزد زي دي كنت خليتها شيدد. طب تعال، دي اوبن ودي اوبن بس اللي ما بينهم معايا، اللي ما بينهم ما لهمش دعوه. في الانترفال اللي ما بينهم كده كده معايا. في الانترفال اللي ما بينهم كده كده ايه؟ معايا. طب كلام محترم. حلو، يعني لما اجي اسال سؤال هي 2 مالها بالاوبن انترفال 2 5، سؤال حلو.
هي ال2 معايا؟ هل دي اوبن انترفال؟ ال2 اوبن، ال2 اوبن يبقى معايا؟ يبقى لا مش معايا. ادام اوبن يبقى مش معايا. ادام اوبن يبقى مش معايا. طب سؤال تاني نفس الكلام، لو انا شلت ال2 حطيتها 5، ما هي برضه يا مستر ما هي ال5 برضه اوبن، يبقى برضه مش معايا. عشان كده هي متسميه ايه؟ اوبن انترفال. سؤال بقى مهم، سؤال مهم، سؤال مهم، سؤال مهم ومعلومه مهمه جدا. في الانترفال لازم الرقم اللي على الشمال يكون الرقم السمول الصغير، والرقم اللي على اليمين يكون الرقم الجريتر الرقم الكبير. يبقى هنا الرقم الكبير وهنا الرقم الصغير. ايه ده لازم؟ لازم. يعني اي انترفال في الدنيا لازم تبدا من الصغير للكبير، ما ينفعش ابدل ما بينهم. عمري ما هتلاقي انترفال الرقم الكبير الاول والرقم الصغير هو الثاني. حلو؟ عمر ما هتلاقي انترفال الرقم الكبير الاول والرقم الصغير هو الثاني. طب حاجه ثانيه، عمر ما هتلاقي انترفال يا مستر انت قلت هنا ال2 مش معايا وال5 مش معايا، ليه ما تبداش من عند ال 2.1؟ ده السؤال اللي هيورد في دماغنا. ليه ادام انت ال2 مش معاك ليه بادئ من ال2؟ لان الانترفال افضل حاجه كتابه الانتجرز فيها. ليه؟ حضرتك انا لو بدات من عند ال 2.1 ايش ضمنك ان ده اول رقم بعد ال2؟ ما ممكن يكون 2.000000001، صح ولا لا؟ فارقام الديسمال انا مش عارف بدايه اول رقم ديسمال مين هو، فبالتالي اول حاجه هو لازم يكون انتجرز. يعني لازم الانترفال يكون ده رقم انتجر وده رقم انتجر. يفضل دايما. ساعات بيجيبها بطريقه تانية هقول لك عليها، مش لازم يكون انتجر في حاله واحده هعرفها لك، بس خلينا دلوقتي في ده. خلصنا من القصه دي؟ طيب خلصنا من دي، ودي تاني واحده. تالت واحده وهي اخر واحده، ايه هي بقى؟ عندك حاجتين. لما اقول لسيادتك ان الاكس جريتر ذان 2 وليس ذان اور ايكوال 5، ايه ده؟ ده في ناحيه وناحيه، تعرف تعبر عنها؟ بدايتك فين؟ 2 يبقى من 2، نهايتك فين؟ 5. السؤال بقى هنا، هي ال2 معاك؟ ده ال2 اوبن. ال2 ما عندهاش ايكوال يبقى اوبن. طب ال5 عندها ايكوال هي مستر، يبقى دي اللي كلوز. ايه ده؟ هو ينفع انترفال يكون فيها نص ونص؟ عشان كده بنسميها اوبن، ماشي، او هاف اوبن، بسميها هاف اوبن، ماشي. هاف اوبن مين؟ اوبن انترفال، هاف اوبن انترفال، او بنسميها هاف كلوزد انترفال. يعني انترفال نصها اوبن ونصها كلوزد، سواء دي او اللي هقولها دلوقتي الاتنين بيتوصفوا بنفس الوصف اللي هو هاف اوبن او هاف كلوزد انترفال. حلو. طب لما تيجي ترسمها على النمبر لاين، لا عادي، ادي النمبر لاين اهو. بدايتك مين؟ ال2، بعمل سيركل لل2 واعمل سيركل لل5 مثلا. سؤالي هنا ال2 معايا ولا مش معايا؟ ال2 اوبن يبقى انشيدد. طب ال5 كلوزد يبقى ال5 هي اللي شيدد، وتوصل وتلون اللي ما بينهم لان دي انترفال. الانترفال معناها ان اللي ما بينهم معايا. طب تعالى هنا بقى، لو انا جيت لعبت في دي قلت لك اكس جريتر ذان اور ايكوال 2 وليس ذان 5، كده انا عكستها. كده الانترفال من كام لكام؟ برضو من 2 ل 5 زي ما انا شغال كل مره. سؤالي هنا ال2 معايا ولا مش معايا؟ ال2 عندها ايكوال يبقى كلوزد. دايما اللي عنده ايكوال كلوزد، اللي ناحيته ايكوال كلوزد، اللي ناحيته مفيش ايكوال يبقى دوت اللي اوبن. ادام كلوزد يبقى ال2 معايا، ادام اوبن يبقى ال2 مش معايا. كل واحده مختلفه. يعني لما اجي هنا مثلا اقول لك ال2 مالها بالاوبن انترفال 2 5 كلوزد، اوبن 2 وكلوزد 5، اوبن 2 وكلوزد 5. طب تعمل ايه في دي؟ قال لي هي 2 هنا اوبن يعني مش معايا، يعني نوت بيلونج، صح ولا لا؟ طب لو جه شال ال2 دي وراح قال لي مين بقى؟ قال لي تعالى ال5 مالها اوبن ولا كلوزد؟ قال لي ال5 كلوزد، يبقى ال5 هنا كلوزد يبقى بلونج. فهمتوا قصدي ولا لا؟ فهمتوا القصه دي؟ يبقى انا فهمت الاول الباوندد انترفال، فهمت لو كانوا هما الاثنين كلوزد، فهمت لو كانوا هما الاثنين اوبن. لو هما الاثنين كلوزد يبقى ال2 وال5 معايا واللي ما بينهم معايا. لو هما الاثنين اوبن يبقى ال2 وال5 مش معايا بس اللي ما بينهم برضو معايا. طب لو واحده وواحده يبقى واحده مش معايا وواحده معايا واللي ما بينهم برضو كده كده معايا.
اللي ما بينهم برضو كده كده معايا لو رسمتها. حلو الكلام، مفيش اي مشكله. الاوبن انشيدد، الكلوز دايما شيدد، اتفقنا؟ ولازم الونها تلوين زي كده، ودي ما لونهاش اصلا، سيركل ما لونهاش من جوه، اتفقنا؟ كلام جميل. خدوا ديت سكرين شوت، ولازم انقل الورقه دي عندي بنظام عشان اقدر احل عليها بعد كده. طيب نيجي لمين؟ للي بعده، وهي مين بقى؟ وهي يا ريس الانباوندد. الانمين باوندد. حلو. الانباوندد انترفال، ودي مهمه جدا 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 برضو. مين بقى الانباوندد انترفال؟ قال لك بص يا عمنا، تعالى بقى كده مع بعض ونشوف اولك. اول واحده بالنسبه لحضرتك، هو انا لو جيت قلت لسيادتك x greater than or equal 5، ده معناه ايه؟ مين الارقام اللي اكبر من او قد ال 5؟ ادم قلت اور ايكوال يبقى فيها قد، يبقى الرقم ده هيتكتب 5. مين اللي اكبر؟ 5.1، 5.2، 5.3، 5.4. ما تنساش تكتب الديسيمالز والحاجات الراشنال والإيراشنال يا ريس، صح ولا لا؟ يبقى تاني ساعتها بقى مين الارقام اللي اكبر من اور ايكوال 5؟ 5، 5.1، 5.2، 5.3، 5.4، 6، 7، 8، 9 and so on. لحد مين؟ لحد انفينيتي. ايه ده؟ لحد انفينيتي؟ قال لي طب ماشي، بدايتك مين الصغير؟ الفايف ولا الانفينيتي؟ انت بادئ من عند الفايف وعمال تكبر، يبقى بدايتي هي الفايف. طب ونهايتك؟ نهايتي هي الانفينيتي، ودي علامة الانفينيتي. دي علامة مين؟ الانفينيتي. هعملها كده زي الثمانية المقلوبة. ايه 8 مين؟ 8 مقلوبة، معلش. تمام؟ هعملها زي ال8 المقلوبة. ال8 انت بتعملها كده، هي دي ال8 المقلوبة، يبقى دي الانفينيتي. بس سؤالي هنا، الفايف اوبن ولا كلوزد؟ الفايف عندها ايكوال يعني كلوزد. الانفينيتي، هو انت تعرف نهايتك فين؟ هل انا اعرف نهاية الارقام فين؟ عمري ما اعرف اخر رقم في الدنيا مين، تريليون ولا مين ولا مين ولا مين، ولا البليون ولا حاجات كتير جدا، صح؟ محدش يعرف نهايه الارقام. يبقى الانفينيتي طول عمرها اوبن. الانفينيتي طول عمرها اوبن. الانفينيتي طول عمرها اوبن. عمرك ما هتعمل الانفينيتي كلوزد، واياك الاقي حد عمل لي الانفينيتي كلوزد. تمام؟ اياك الاقي حد عمل لي الانفينيتي كلوزد. طب تعالى كده بالراحه، كلام محترم. طب لما اجي على النمبر لاين ارسمها ازاي؟ قال لي تعمل نمبر لاين زي كده. اي نمبر لاين في الدنيا ملوش ولا بدايه ولا نهايه. يعني هنا على الشمال بيكون في نيجاتيف انفينيتي، وعلى يمينك في انفينيتي. انا ما اعرفش الانفينيتي فين ولا اعرف النيجاتيف انفينيتي فين. مين الرقم اللي عندي؟ 5. نعمل 5 اهي. ال5 دي اوبن ولا كلوزد؟ مقفوله اهي مقفوله. كلوزد اهي، يبقى نلونها. ال5 دي راحه للانفينيتي ولا راحه للنيجاتيف؟ لا دي راحه للانفينيتي، يبقى نعمل سهم ماشي كده، سهم ماشي كده، ونلون كده وكده، راحه لحد الانفينيتي. شكرا. سؤال مهم وحركه مهمه. سؤالي هنا ساعتها بقى، ال5 مالها بالفايف والانفينيتي؟ طيب حلو، الفايف دي، الفايف هنا كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد، يبقى خلاص يبقى بيلونج. ادام كلوزد يبقى بيلونج. طب اي رقم بقى، لو قلت لك 6 مثلا، ما هي موجوده جوه، يبقى بيلونج. 7 بيلونج. 5.1 بيلونج. لكن لو قلت لك 3، يعني انا لو جيت عملت ده كده مسحته، وجيت قلت لك في السؤال هنا 3 مالها؟ هي ال 3 موجوده ما بينهم، موجوده في الحته دي، يبقى ال 3 نوت بيلونج. خلاص، ما هو الارقام الثانيه هنا فمش موجوده معايا، فخلاص شكرا. نيجي للحاله الثانيه، فهمنا دي؟ قال لك مش دي جريتر ذان اور ايكوال؟ قال لك طب خدها بقى يا عم كده، لو اكس جريتر ذان 5، نفس القصه بالظبط. مين الارقام اللي اكبر من ال 5؟ 5.1، 5.2. يبقى الانترفال بدا من عند مين؟ من عند ال 5. بتكبر الاكس كبيره، يبقى راح للانفينيتي، يبقى من 5 لحد مين؟ لحد انفينيتي. من 5 لحد مين؟ انفينيتي. ال5 عندها ايكوال؟ لا ما عندهاش ايكوال، يبقى اوبن. وانا اتفقت اتفاق كده كده الانفينيتي ايه؟ اوبن. شكرا. الانفينيتي نرسم كده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي على النمبر لاين.
ال5 بالنسبه لي اهي، ال5 الونها ولا ما الونهاش؟ ما الونهاش لانها اوبن، اروح ناحيه الانفينيتي كده انا شكرا. وطبعا ال5 ادام هي اوبن يبقى ال5 نوت بيلونج، يبقى ال5 مش موجوده هنا. حلو الكلام، خلصنا من القصه دي. نيجي للثالثه، ثالث واحده، وهي لما اقول لسيادتك اكس ليس ذان اور ايكوال مثلا 3. ايه ده بقى؟ هو مين الارقام اللي اصغر منها وقد ال3؟ تعالى كده بالراحه وانت رد عليا، مين الارقام اللي اصغر منها وقد ال3؟ طيب هو كده كده قال لي او قد، ادم قال لي او قد ال3 يبقى ال3 معايا، صح؟ طب كلام جميل. ادام ال3 معايا، مين اللي اصغر منها؟ 2.9 2.8 2.22 2 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 لحد نيجاتيف انفينيتي. ما هو زي ما انا عندي انفينيتي عندي نيجاتيف انفينيتي، فالارقام هنا اكس بتصغر، الارقام هنا بتصغر، لكن هنا كانت الارقام ارقام اكس دي بتعبر عن كلمه ارقام اكبر من ال5 فبتكبر لحد انفينيتي، ارقام اصغر من ال3 يبقى لحد نيجاتيف انفينيتي. السؤال بقى، فين بدايتك وفين نهايتك؟ انا متعود دايما ان بدايتي لازم تكون الرقم الصغير ونهايتي لازم تكون الرقم الكبير، فال5 صغيره بتكبر لانفينيتي. مين الاصغر، ال3 ولا النيجاتيف انفينيتي؟ ده بقى الحته المهمه. الصغير هو النيجاتيف انفينيتي، يبقى لازم لما اكتبها اكتب من نيجاتيف انفينيتي ل3. ليه؟ النيجاتيف انفينيتي اصغر. انا دايما بقول لك وقلتها لك في اللي فات، قلت لك ان النيجاتيف انفينيتي قلت لك ان انا لازم ابتدي بالصغير، فكده كده انت فاهم وعارف وفاهم قصدي ان النيجاتيف انفينيتي هنا هي السمول وان ال3 هي الجريتر، لان الارقام النيجاتيف صغيره. حلو، النيجاتيف انفينيتي بقى اوبن ولا كلوزد؟ انا قلت الانفينيتي اوبن، يبقى النيجاتيف انفينيتي برضو اوبن، يبقى النيجاتيف انفينيتي طول عمرها اوبن زيها زي الانفينيتي. طب ال3 عندها ايكوال يبقى كلوزد. طب لما اجي اعملها على النمبر لاين هعمل ايه؟ ادي نيجاتيف انفينيتي وادي الانفينيتي وادي الناحيه دي، اقول لك هنا مين اللي الرقم ده ال3 كلوزد ولا اوبن؟ قال لي لا ال3 عندها ايكوال فكلوزد. ال3 بقى هتروح للانفينيتي ولا للنيجاتيف انفينيتي؟ تمشي يمين ولا شمال؟ هي نيجاتيف انفينيتي يبقى تروح ناحيتها وتلونها. شكرا. طب تعالى كده رقم 4 اللي بعدها نمبر 4، لما اقول لسيادتك اكس ليس ذان 3. طيب ليس ذان 3 مين الارقام اللي اصغر من ال3؟ 2 1 0 نيجاتيف 1 برضه رايحه للنيجاتيف انفينيتي، يبقى برضه من نيجاتيف انفينيتي الصغيره لل3. النيجاتيف انفينيتي كده كده اوبن. طب ال3 ما عندهاش ايكوال يبقى اوبن، يبقى هما الاثنين اوبن. شكرا على كده. فهمنا الكلام ده؟ فهمنا الانترفال؟ فهمنا ليه اخدنا الكلام ده؟ عشان خاطر حضرتك بعد كده زي الشاطر هتيجي هنا ثانيه واحده، زي الشاطر هتيجي هنا بعد كده في السوليوشن سيت مش هتكتبها لي بمنظر ده، هتكتبها لي بشكل الانترفال. فتيجي في دي بدل ما هتقول لي ان السوليوشن سيت من 4 ل 6 كده بالطريقه دي، هتقول لي ان السوليوشن سيت بتاعتك مين اولك؟ ال4. مين اخرك؟ ال6. دي ما عندهاش ايكوال ودي ما عندهاش ايكوال، يبقى هما الاثنين ايه؟ اوبن. عشان كده انا درست الانترفال، ان انا بدل ما اعبر عن الانيكواليتي في السوليوشن سيت بالمنظر ده هكتبها بعد كده بمنظر انترفال. اتفقنا؟ طب نرجع نكمل موضوعنا واللي جاي نشوف الاسئله بقى على الكلام ده. هنا write each of the following set as an interval. عايزك تكتب لي كل ست في صوره انترفال وعايزك تعمل لي ريبريزنت على النمبر لاين. حلو، طب يلا يا عم. اول حاجه ادي الانترفال، اولك مين؟ نيجاتيف 3. اخرك مين؟ 0. يبقى من نيجاتيف 3 للزيرو. شكرا. كتبت بدايتي ونهايتي من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. حلو. النيجاتيف 3 عندها ايكوال؟ ما عندهاش يبقى اوبن. طب ده عندها ايكوال؟ يبقى كلوز. يبقى اللي عنده ايكوال اوبن واللي ما عندوش ايكوال، اللي عنده ايكوال كلوز ده اسف، واللي ما عندوش ايكوال اوبن. ما عندوش يبقى اوبن، ما عندوش يبقى اوبن، عنده يبقى كلوزد. خلصنا من دي. ارسمها يلا. ارسم كده واعمل نمبر لاين اهو. اولك مين؟ نيجاتيف 3. حلو. اخرك مين؟ 0.
شكرا. النيجاتيف وصل ما بينهم عادي عشان دي انترفال. النيجاتيف 3 اوبن ولا كلوزد؟ اوبن، تفضل كده مفتوحه. طب الزيرو كلوزد، يبقى نلونها ونلون اللي ما بينها. شكرا. بس صعبه. حلو. اللي بعده من نيجاتيف 2 ل 1 ادي اهي. اولك نيجاتيف 2 اخرك 1، يبقى من نيجاتيف 2 لل 1. النيجاتيف 2 عندها ايكوال يبقى ايه؟ كلوزد. اللي عنده ايكوال كلوزد وعندها ايكوال برضو يبقى كلوزد برضو. تعالى نرسمها اهي يا عم. اولك مين؟ نيجاتيف 2. حلو. يلا. واخرك مين؟ ال1. من الصغير للكبير، اللي على اليمين دايما كبير. اتفقنا؟ طيب النيجاتيف 2 كلوزد يبقى كلوزد. طب وال1 كلوزد يبقى كلوزد. خلي بالك لو عملتها كده يبقى انت حمار. ليه؟ انت لو عملتها كده يبقى انت اتعاملت معاها على انها ست. ليه؟ لان الست من نيجاتيف 2 و1 كده انت بتلون النيجاتيف 2 وتلون ال1 في الست، بس في الست ماليش دعوه باللي ما بينهم، ماليش دعوه باللي ما بينهم. لكن دي انترفال يبقى اللي ما بينهم معايا. خلي بالك فرق جدا 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 ما بين تعامل الست وتعامل الانترفال، وهتجيلي في الاسئله تاني. انا بعيدها وازيدها اهي تاني عشان ده الدرس ده مهم. الدرس ده فيه افكار كتير. حلو. نيجي اللي بعده. بيقول لي رقم، بيقول لي ايه جريتر ذان زيرو، رقم اكبر من الزيرو. مين الاكبر من الزيرو؟ 1 2 3 لحد انفينيتي. يبقى بدايتي هي مين؟ من الزيرو لحد انفينيتي. الزيرو ما عندوش ايكوال يبقى اوبن، والانفينيتي كده كده ايه؟ اوبن. ويلا يا عم لونها. ادي من ادي النيجاتيف انفينيتي هنا على الشمال والانفينيتي يمين. ادي الزيرو. الزيرو ما عندوش ايكوال. الزيرو اوبن. الزيرو ايه؟ اوبن، يعني يفضل اوبن. طب يروح ناحيه النيجاتيف ولا ناحيه الانفينيتي؟ ناحيه الانفينيتي. يجي حد بقى يقعد يدوشني ويزن عليا، يا مستر هو الزيرو انا لو حطيته هنا هيفرق معايا، او حطيته هنا يفرق معايا، او حطيته هنا؟ يا عم مش فارقه. انا مش هقعد اكتب 0 1 2 3 والكلام ده. انت حط الزيرو في اي حته وروح ناحيه الانفينيتي او نيجاتيف انفينيتي واخلص. اتفقنا؟ طب اللي بعده البي less than or equal نيجاتيف 1. مين الارقام اللي اصغر من النيجاتيف 1؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 لحد نيجاتيف انفينيتي. مين الصغير؟ النيجاتيف انفينيتي ولا النيجاتيف 1؟ لا، النيجاتيف انفينيتي نبتدي بيه لحد النيجاتيف 1. النيجاتيف انفينيتي دايما اوبن. النيجاتيف 1 عندها ايكوال يبقى كلوزد. وروح انت ارسمها وجرب ترسمها مع نفسك. وقف كده وارسمها وانا هرسمها لك اهو. ادي النيجاتيف انفينيتي هنا وهنا الانفينيتي. نعمل كده النيجاتيف 1 اهي كلوزد عشان عندها ايكوال، ونروح ناحيه النيجاتيف انفينيتي بالمنظر ده بالمسطره كده وارسم. اتفقنا؟ طب اللي بعده يلا. ايه ده بقى؟ يجي حد يرد عليا يقول لي ايه المنظر ده؟ اقول له عادي. ليه؟ هو بيقول لك ان السي ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف سكوير روت لل 9. هي بص شيل العلامه دي بس مش عايزينها، هي خليها سكوير روت لل 9. هو سكوير روت لل 9 بكام؟ ب 3. يبقى شيل كل ده واكتب نيجاتيف 3 وريح دماغك. تمام؟ طب وبعدين ارسم بقى مين الارقام اللي اصغر منه ايكوال نيجاتيف 3. اصغر من النيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 لحد نيجاتيف انفينيتي. النيجاتيف انفينيتي دايما ببدا بيها. حلو. طب والنيجاتيف 3 بعدها اهي. النيجاتيف انفينيتي كده كده اوبن. النيجاتيف 3 عندها ايكوال يبقى ايه؟ كلوزد. وارسمها انت بقى من نيجاتيف 3 وروح ناحيه النيجاتيف انفينيتي. شكرا. نيجي اللي بعده. the set of positive real number. مين الارقام الريل البوزيتيف؟ طيب هي ريل نمبر البوزيتيف نمبر اللي هي 1 2 3 وهكذا وزيرو. بس تعالى هيجي حد السؤالين دول هيحطني في مشكله. ليه؟ هيجي حد اقول له تقدر تكتب لي البوزيتيف ريل نمبر اللي هي الار بوزيتيف، تقدر تكتبها لي في صوره انترفال؟ هيقعد يفكر كتير قوي في الموضوع ده. هو البوزيتيف ريل نمبر اللي هي مين؟ عشان تبقى انت فاهم الارقام البوزيتيف. طب مين الارقام البوزيتيف اللي انت تعرفها؟ هيقول لي من 1 3/4 هيعمل الحركه دي. هيجي يقول لي الاجابه الارقام البوزيتيف من 1 يا مستر لحد انفينيتي كلوزد واوبن. هل ده صح؟ لا غلط. ليه؟ حضرتك ما اعتمدتش الارقام الديسيمال اللي اصغر من ال1. ما هي ارقام بوزيتيف وارقام عاديه ريل، صح ولا لا؟ فيجي السؤال هنا، طب ما انا اعمل ايه يا مستر؟
اقول لك تعالى. يقول لي يا مستر طب ما هو انت كده كده اصلا الزيرو مش رقم بوزيتيف ولا رقم نيجاتيف. هو مش رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف فعلا. طب اعمل ايه؟ قال لك بص، هو مين الارقام البوزيتيف اللي اكبر من الزيرو؟ ما هو الزيرو مش بوزيتيف. مين الارقام البوزيتيف اللي اكبر من الزيرو؟ 0.1 او 0.00001 0.000 مش عارف كام وهكذا، صح؟ وهكذا 0.1 0.2 0.3 ارقام كتير. فبالتالي اكتبها له من زيرو لحد مين؟ لحد انفينيتي. بس الانفينيتي كده كده اوبن، هيحصل جدل. يا مستر ازاي كتبت زيرو؟ ما هو الزيرو مش تبع البوزيتيف. انت صح، الزيرو مش تبع البوزيتيف. طب خلاص يا مستر امال ايه اللي كتبته؟ ليه كتبته؟ لان انت ما ينفعش، مش قادر اكتب من بعد الزيرو. هكتب ايه بعد الزيرو؟ ايه اللي هتكتبه؟ تكتب لي 1 يبقى انت في ارقام طنشتها. طب وايه الحل؟ قال لي مش ده زيرو وانت لسه بتقول ان الزيرو مش تبع البوزيتيف. طب ما خلاص يا عم ادام مش تبع البوزيتيف ما تخليه اوبن. يبقى الزيرو اوبن. كده الزيرو معايا ولا مش معايا؟ مش معايا. كده انا بدأت من عند الزيرو ولا من بعد الزيرو؟ من بعد الزيرو. اي رقم بعد الزيرو بوزيتيف خلاص. بس كده انا عملت الزيرو اوبن فالزيرو مش معايا. طب سؤال تاني، ده بوزيتيف ريل نمبر. طب لو كان نفس السؤال قال لي بقى ايه؟ نيجاتيف ريل نمبر. لو كان عكس السؤال وخلاه نيجاتيف ريل نمبر كنت قلت ايه؟ لو كان خلى السؤال نيجاتيف ريل نمبر كنت قلت الارقام اللي تحت الزيرو اللي هي مين؟ نيجاتيف 0.1 نيجاتيف 0.2 نيجاتيف 0.3 لحد نيجاتيف انفينيتي. فكنت هقول من نيجاتيف انفينيتي للزيرو، وبرده ده اوبن والزيرو برده ما ينفعش لانه مش نيجاتيف. السؤال اللي بعده بقى، انا عايز الارقام اللي نون نيجاتيف. خلي بالك من كلمه نون دي هتحطك في مشكله. هو مين الارقام اللي مش نيجاتيف؟ الارقام اللي مش نيجاتيف خلي بالك ده كده مين؟ ده كده الار بوزيتيف. ده كده الار ايه؟ بوزيتيف. طب وده كده مين؟ ده كده الار نيجاتيف. يبقى ده الار بوزيتيف وده الار نيجاتيف. حلو الكلام. امال مين الارقام اللي مش نيجاتيف؟ الارقام اللي مش نيجاتيف المقصود بيها الارقام البوزيتيف ومين؟ يونيون الزيرو. تاني ودي قلتها في الدرس اللي فات. مين الارقام اللي مش نيجاتيف؟ اللي مش نيجاتيف الزيرو مش نيجاتيف، والارقام البوزيتيف ما هي مش نيجاتيف. طب دي اكتبها في صوره انترفال ازاي؟ هي دي بالظبط، من زيرو لحد انفينيتي، ودي كده كده اوبن. بس الجدل على الزيرو. انت قلت لي ارقام مش نيجاتيف يعني زيرو وبوزيتيف، يعني كده الزيرو معايا ولا مش معايا؟ فالزيرو بقى معايا فبقى كلوزد مش اوبن. فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ اجي بقى سؤال صغير. ماشي، لو قلت لك الار نفسها تقدر تكتبها لي في صورة انترفال؟ هتقول لي انا كنت بقول ان الار هي كيو يونيون كيو داش، او ار بوزيتيف يونيون الزيرو يونيون الار نيجاتيف، صح؟ او من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي وهما الاتنين اوبن. دي كده الار. دي كده مين؟ الار من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. اتفقنا؟ طب اللي بعده، الاسئله هنا. الفور بيلونج لمين؟ بيلونج. الفور هنا اوبن يبقى ده لا. الفور هنا اوبن يبقى ده لا. من 2 ل 5 هنا مفيش. هنا من نيجاتيف 11 لنيجاتيف 4 مفيش 4 اصلا فيهم يبقى ده لا. لكن ال 2 وال 5 اوبن. اهو ال 2 وال 5 اوبن. ال 2 مش معايا وال 5 مش معايا بس اللي ما بينهم معايا. هل الفور ما بينهم؟ ده الفور ما بينهم يا عم. يلا حلو. اللي بعده ابسوليوت فاليو للنيجاتيف 4. الابسوليوت فاليو بياكل النيجاتيف فدي تعتبر 4. هل الفور ما بين ال3 والانفينيتي؟ ال3 والانفينيتي الفور في النص. ما ال3 بعدها 4 يبقى الفور هنا في النص. الفور واقعه هنا في النص يبقى بيلونج. اللي بعده حلو. كيوبيك روت للنيجاتيف 8. لو انت حليت دي هتديك نيجاتيف 2. السؤال بقى هنا النيجاتيف 2 موجوده هنا. النيجاتيف 2 اهي اوبن ولا كلوزد؟ انا دايما بقول لو اوبن يبقى مش معايا، لو اوبن يبقى مش معايا يبقى نوت بيلونج. طب ليه يا مستر ما خدتش نوت سبست؟ علشان مش محطوطه ما بين براكت اوفست. لان في حصه المراجعه او الحصه التاسيسيه قلت لك ان انت عشان تستخدم سبست ونوت سبست
لازم يكون في براكت اوف ست. صح؟ حلو. اللي بعده اهي براكت اوف ست، يبقى كده سبست او نوت سبست، حاجه من الاثنين. ده روت 3 وده 6، هل موجودين ما بين ال1 وال6؟ طب تعالى. اولا ال6 اهي كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد، يبقى ال6 معايا، ال6 زي الفل. مشكلتي في الروت 3. هو الروت 3 ده بكام؟ اقول لك بقى، تعالى كده نرجع من هنا نجيب الكالكوليتر ونطلع الكالكوليتر بتاعتنا واشتغل عليها يا عمنا. اكتب روت 3 واقلبه الديسيمال، طلع ب 1.7. يعني الروت 3 ده، امسح ده بس كده، يعني الروت 3 ب 1.7. ال6 قلنا معانا خلاص. هل ال 1.7 ده موجود في النص هنا؟ ال1 وال6 في النص 1، في 1.7 هنا عادي. ما هو الارقام اللي في الديسيمال في النص، ما هي الانترفال في ما بينهم الديسيمال عشان نبقى متفقين. يبقى الاثنين موجودين. يبقى سبست ولا نوت سبست؟ لا سبست، واوعى تبقى احمر وتاخد بلونج لانها ست. السؤال اللي بعده، الاكس بلونج للنيجاتيف 5 وانفينيتي، ده مع تو انفينيتي، ده معناه ايه؟ اولا النيجاتيف 5 كلوزد، ادام النيجاتيف 5 كلوزد يبقى في ايكوال. دي ما فيهاش ايكوال ودي ما فيهاش ايكوال، يبقى الاثنين دول استبعدوا. حلو. الاكس بيلونج نيجاتيف 5 لانفينيتي، يعني النيجاتيف 5 بتكبر لانفينيتي، الاكس اكبر منه الايكوال انفينيتي، يبقى الارقام اللي بتكبر مش اللي بتصغر. دي اكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 5، يعني دي من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5، والنيجاتيف انفينيتي كلوزد، لكن النيجاتيف انفينيتي اوبن، لكن النيجاتيف 5 كلوزد. اتفقنا؟ طيب كلام جميل. ايه ده؟ لا استنى، في سؤال نسينا هنا. The sum، السؤال ده حلو قوي. The sum of real number in the interval بكام؟ طيب السؤال ده بايه؟ حد يقدر يقوله؟ فكر فيه كده، وقف الفيديو وفكر فيه اللحظات. حلو. انا لو كانت دي من نيجاتيف 3 ل 3 كلوزد، لو كانوا هما الاثنين كلوزد، كان كل رقم طير التاني. يعني كنت قلت نيجاتيف 3 بلس 3 كان هيديك 0، صح ولا لا؟ لكن ادام هي اوبن كله هيطير بعضه. دي كلوزد ودي اوبن، يعني نيجاتيف 3 وهنا مفيش، فالاجابه اللي هتطلع معاك هتكون بنيجاتيف 3. تمام. حلو قوي. ليه؟ هو انت دي مش موجوده اصلا، فمين اللي موجود هنا؟ عندك نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3. لو هما الاثنين كانوا كلوزد كانت الاجابه ساعتها قلت لك 0، قلت لك السم بتاعهم يديك 0. طب لو هما الاثنين كانوا اوبن يبقى برضه السم يديك 0. لكن لو واحده كلوزد وواحده اوبن، لا خد الكلوزد على طول. اللي بعده، A belong لل2 وال5. هل ال1 ما بين ال2 وال5؟ لا. هل ال2 ما بين ال2 وال5؟ ال2 اوبن اصلا فلا. هل ال4 ما بين ال2 وال5؟ هي ال4 ما بين ال2 وال5، بس هل ال5 ما بينهم؟ ال5 اوبن، فال5 الاخرى لا. يبقى الاجابه فعلا 4. ال4 في النص، هنا. السؤال اللي بعده، مين الرقم اللي مش بيلونج للنيجاتيف 1 وال3 كلوزد؟ النيجاتيف 1 اوبن، فهي فعلا النيجاتيف 1 نوت بيلونج، مش موجوده هنا، يبقى الاجابه نيجاتيف 1. صح. طب الزيرو؟ لا بيلونج، موجود في النص. ال2 موجوده في النص، ال3 كلوزد اصلا فمعايا، شكرا. فهمت قصدي؟ تمام. الار هي عباره عن ايه؟ هل هي انترسكشن للبوزيتيف والنيجاتيف؟ لا. هل هي يونيون للبوزيتيف والنيجاتيف؟ لا. ليه؟ لان انا قلت ار بوزيتيف يونيون الار نيجاتيف يونيون الزيرو، في زيرو ناقصه. هل هي انترسكشن دول؟ لا، هي يونيون للكيو كيو داش. يبقى زي ما انا قلت من شويه ان الار هي من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. طب الار بوزيتيف لسه قايلها حالا، من 0 لانفينيتي اوبن، واحفظها دي كويس قوي. لكن من 0 لانفينيتي، من نيجاتيف انفينيتي ل 0 اوبن، دي ار نيجاتيف. طب دي ادام الزيرو كلوزد يبقى دي ار بوزيتيف يونيون الزيرو. طب من نيجاتيف انفينيتي ل 0 كلوزد يبقى دي ار نيجاتيف يونيون الزيرو. شكرا. فهمت قصدي؟ حلو قوي. الار نيجاتيف اهي من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، هما الاثنين اوبن. طب السيت اوف نون نيجاتيف ريل نمبر، نون نيجاتيف ارقام مش نيجاتيف، يبقى زيرو بوزيتيف، يبقى من زيرو كلوزد لانفينيتي اوبن، يبقى من زيرو كلوزد لانفينيتي اوبن. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. هنا بقى عايز يعمل كومبليت بلونج ونوت بلونج وسبست ونوت سبست. هل النيجاتيف 1 موجوده هنا؟
هي اولا ده رقم عادي فبيلونج ونوت بيلونج. النيجاتيف 1 اوبن يبقى نوت بيلونج، النيجاتيف 1 اوبن يبقى نوت بيلونج. السؤال اللي بعده ال2 وال4 دي ست يبقى سبست ونوت سبست. حلو. ال2 كلوزد فموجوده، ال4 موجوده ما بينهم موجوده ما بين ال2 وال5 يبقى دي سبست. النيجاتيف 1 هي النيجاتيف 1 موجوده؟ مش موجوده ما بين الزيرو وال1 يبقى ديت نوت سبست من غير ما اكمل لان في رقم ما ينفعش ودي ست فسبست ونوت سبست. شكرا. في رقم ما ينفعش. طب الاثنين التانيين ما موجودين يا مستر؟ لا، لو في واحد ما ينفعش يبقى شكرا. الهاف اللي هي 0.5 الهاف موجود ما بين الزيرو وال1 طبعا موجود ما بينهم يبقى بيلونج. طب الروت 7 ارجع للآلة واكتب على الآلة. انا مش عارف روت 7 بكام يا عم، اكتب روت 7 ودوس اس دي 2.6 يبقى 2.6 موجود في النص. تصدق موجود في النص يبقى بيلونج. طب تمام، كلام جميل جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا السؤال ده بقى الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 5 اللي هي مين؟ ثانية واحدة بس معايا معلش. الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 5 اللي هي مين؟ ال5. حلو. مالها بقى؟ هل ال5 موجودة ما بين النيجاتيف انفينيتي والزيرو؟ لا، ال5 مش في النص ما بينهم اصلا. ثلاث ارباعنا هيتعامل معاها لانها نيجاتيف 5 عشان هي ما بين ابسوليوت فينسى الابسوليوت فيقول لك بيلونج عشان النيجاتيف 5 موجودة في النص بس ال5 لا، فديت نوت مين؟ نوت بيلونج. اتفقنا؟ طيب كلام جميل جدا، كلام ما فيهوش اي مشاكل. نيجي بعد كده لمين؟ طيب الجزء اللي جاي ده يا شباب مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا هراجع على جزئيه انا محتاجها كتير في الحل وهحتاجها في الاسئله مدرجات كتير. تمام. تعالى بقى هنا، لو انا جيت قلت لك ان حضرتك عندك ست هنا اسمها مين؟ عندك اكس وعندك مين؟ وعندك واي. ادي اكس وادي مين يا عمنا؟ ادي واي. وقلت لك هنا 2 و3 و5 و7 و9 وجيت قلت لك بكل بساطه هسالك 4 اسئله. اول سؤال هنا هساله لك، انا عايزك تجيب لي اكس يونيون واي. هو انت فاكر يعني ايه يونيون؟ اليونيون طول عمري اعرف ان هي ايه؟ بيلم. اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. طب حلو، لما انت اليونيون بيلم ايه؟ بيلم كل حاجه. يعني معنى كلامي 2 وبعد كده من ال2 بعد كده 3 بعد كده 5 بعد كده 7 بعد كده مين؟ 9. 2 3 5 7 9. يبقى اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. طب نيجي تاني حاجة، لما اقول لك اكس انترسكشن مين؟ الواي. هو الانترسكشن بقى بيعمل ايه؟ الانترسكشن بياخد الارقام المشتركة زي مين؟ زي هنا ده الرقم الوحيد المشترك ما بينهم يبقى ده انترسكشن اللي هو مين؟ ال5. حلو الكلام؟ طب ما عنديش مشكلة. نيجي بعد كده لمين؟ لما اجي اقول لك اكس ديفرنس الواي، اكس ديفرنس الواي، اكس ديفرنس الواي. لما اقول لك اكس ديفرنس الواي كلمة الماينس دي معناها كلمة ديفرنس، يعني ايه اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي؟ ايه ده؟ طب هو ايه اللي في اكس مش في واي؟ تقعد تفكر تفكر تفكر، هتفكر كتير هتتعب. ما تفكرش. تعمل ايه؟ خبي اللي بعد علامة الماينس، خبيه. روح اجري كده خبي الواي، خبي الواي كلها، دايرة الواي كلها اهي. اتبقى لك مين؟ ال7 وال9 يبقى ده اسمه اكس ديفرنس الواي. 7 ومين؟ 7 و9. طب لحظة واحدة كده بس، نيجي نشوف مين؟ الواي ديفرنس الاكس. لما اقول لي سيادتك واي ديفرنس الاكس تعمل ايه؟ اللي موجود في واي ومش موجود في اكس خبي اللي بعد علامة الماينس، خبي الاكس فيبقى لك ال2 وال3. يبقى معنى كده الاجابة بتاعتنا هنا 2 و3. شكرا. تمام. نيجي نشوف بقى الكلام ده في مجال الاسئلة يجي لي ازاي. قال لي طيب تعالى بقى، يجي لي سؤال زي ده. انا هنا كنت بتعامل جوه مين؟ جوه ست، لان دول كده يعتبروا ست. طب انا افتكرت بس اليونيون وافتكرت الانترسكشن وافتكرت الديفرنس. يفيدوني بايه هنا بقى؟ تعالى. اول حاجه لما اقول لك ان الاكس بنيجاتيف 3 و3 كلوزد والواي بنيجاتيف، دي كده انترفال. انا الانترفال سميتها الانترفال الاولانيه اكس والانترفال الثانيه واي. حلو الكلام؟ طب ماشي. using the number line to find all of the following x union y. عايز اجيب الست حاجات دول. علشان اجيب الست حاجات دول انا مش هعرف اجيبهم من غير ما ارسم. ايه ده؟
هو هنا الانترفال دول يترسم على النمبر لاين. طب ازاي يا مستر؟ اقول لك بقى، تعالى. اولا بعد اذنك امسك مسطرتك وسطر خط كده على النمبر لاين اهو، واعمل هنا نيجاتيف انفينيتي وانفينيتي، وخليك راجل منظم. حلو الكلام؟ طيب اولا انت عندك كام انترفال؟ 2. انت هترسم الاتنين دول على نفس النمبر لاين، وامشي ورايا حته حته عشان تعرف تحل السؤال ده كويس. امشي ورايا حته حته. طيب بالراحه كده، انت عندك ادي النمبر لاين اترسم من نيجاتيف 3 ل 3. ادي الاول النيجاتيف 3 هنا، اكتب الرقم فوقيها، وادي ال 3 اهي، وبرضو اكتب الرقم فوقيها، وادي دوت كده الانترفال بتاعتي الاولانيه. سؤالي بقى، النيجاتيف 3 كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد، يبقى لون ده كده. طب وال 3 اوبن ولا كلوزد؟ برضو كلوزد، يبقى لون ده. وطبعا بما ان دي انترفال، يبقى انا هلون كل اللي ما بينهم، هلون كل اللي ما بينهم، هلون كل اللي ما بينهم. نيجي للحته الثانيه، اجي اقول لك تعالى لي، دي مين اللي انا عملتها؟ دي اسمها اكس. حلو، نيجي لمين؟ للواي على نفس النمبر لاين، بس انت عملت الاكس على النمبر لاين من فوق، انزل على النمبر لاين من تحت اعمل الواي. الرقم الاولاني كام؟ نيجاتيف 1. سؤالي بقى هنا، هل انا اجي زي الشاطر ارمي النيجاتيف 1 ده في اي حته بمزاجي؟ ليه بقى؟ هو النيجاتيف 1 اصغر من نيجاتيف 3 ولا اكبر؟ يعني النيجاتيف 1 مكانه هنا قبل النيجاتيف 3 ولا في النص ما بين النيجاتيف 3 وال3 ولا هنا؟ لا، ده النيجاتيف 1 بعد النيجاتيف 3 واصغر من 3، يعني النيجاتيف 1 مكانه هنا، سواء حطيته هنا حطيته هنا، المهم ان هو في النص. النيجاتيف 1 ده رسمته هنا او رسمته هنا او رسمته في النص، خلاص تمام انت صح. بس لو رسمته هنا انت عكيت المساله عكه تانية خالص، وديتها في سكه غلط. انا النيجاتيف 1 ده رقم مكانه هنا، يبقى انا ده مكان النيجاتيف 1، واكتب نيجاتيف 1. كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد. حلو، نيجي بقى ال5 مكانها فين؟ ال5 اكبر من ال3 يبقى مكانها هنا، يبقى ال5 ده مكانها اوبن ولا كلوزد؟ اوبن، مش هتتلون. وشد خط، شد خط عدل كده الاول اهو كده، ده تمام. وروح هات ده كده. حلو الكلام؟ طب زي الفل زي الفل. ودي مين؟ وديت الواي. وديت مين؟ الواي. خلصنا من القصه دي كده. انا عرفت ارسم ازاي. طب احل ازاي؟ تعالى بقى نمسك حته حته وركز معايا. اول سؤال مطلوب من حضرتك اكس يونيون واي. اول سؤال مطلوب منك ادي اكس وادي يونيون وادي الواي. حلو، اليونيون بيعمل ايه قلت؟ اليونيون بيلم. اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. اليونيون بيلم من اول حته. اليونيون بيلم من اول حته لاخر حته. من اول حته لاخر حته، بياخد كل حاجه. اليونيون بيعمل ايه؟ بيلم. يبقى اولك مين؟ نيجاتيف 3. واخرك مين؟ واخر ال5. سؤالي هنا، النيجاتيف 3 اوبن ولا كلوزد؟ كلوزد، تنزل كلوزد زي ما هي. ال5 اوبن ولا كلوزد؟ اوبن، تنزل اوبن زي ما هي. هو ده اليونيون. صعب؟ لا سهل. يبقى اليونيون بيلم نيجاتيف 3 و5. النيجاتيف 3 كلوزد، تنزل زي ما هي. ال5 اوبن، يبقى اليونيون بياخد من اولك لاخرك. شكرا، خلصنا. ده اليونيون، مش عايزينه منه حاجه تاني اصلا. ده كده اليونيون. ده كده مين يا عمنا؟ اليونيون. وانسى اليونيون بقى، اركن اللي بعده. وهو لما اجي اقول لسيادتك اكس انترسكشن مين؟ انترسكشن الواي. والانترسكشن دوت مهم ليه؟ الانترسكشن بياخد الجزء المشترك ما بينهم. يعني انا لو عندي اكس اهي وادي واي اهي، الحته المشتركه هي الحته دي، هي الحته دي باخدها. الحته المشتركه ما بينهم هي الحته اللي موجوده تحت وفي نفس الوقت موجوده فوق. يعني الحته دي مش مشتركه ليه؟ لان موجوده تحت مش موجوده فوق، متلونه فوق مش متلونه تحت. يبقى المشترك من هنا لحد هنا. من كام لكام بقى؟ من اول النيجاتيف كام؟ دي كانت نيجاتيف كام؟ معلش نيجاتيف 1. من اول النيجاتيف 1 لحد ال3. من النيجاتيف 1 لحد ال3. طب النيجاتيف 1 اوبن ولا كلوزد؟ كلوزد. ال3 اوبن ولا كلوزد؟ كلوزد. ده كده عالمي.
كده اول اتنين سهلين. يبقى اليونيون خلص والانترسكشن خلص، وعرفنا بنجيبهم ازاي. طب يا مستر ولنفترض ان انا عندي مفيش حاجه تحته موجود ومتلون زيها فوق. لو مفيش حاجه تحته متلون زيها فوق يبقى كده ساعتها الانترسكشن بتاعي مفيش، يبقى فاي. ايه ده، هو وارد يكون في انترسكشن فاي؟ طبعا وارد، وهوريك مسائل بنت لعيبه بس مش دلوقتي. تمام، حلو. نيجي لايه اللي بعده. ناقصك مين؟ اكس ديفرنس الواي. ناقصك كده بالنسبه لك تالت واحده اهي، اكس ديفرنس المين؟ اكس ديفرنس الواي. ودي مهمه جدا جدا جدا. قبل ما اقول دي، شفت الحته بتاعت الانترسكشن اللي في النص دي؟ اهي الحته اللي في النص دي بتاعت الانترسكشن بقول عليها الجيم. بقول عليها الايه؟ الجيم. بقول عليها الايه؟ الجيم، لان لعبي كله مع الحته دي. تاني، الحته بتاعت الانترسكشن بعد ما انا حليت بقول على الحته دي وبسميها الجيم. ليه؟ اقول لك. هو انا هنا طالب منك مين؟ اكس ديفرنس الواي، وانا عودتك في الديفرنس تخبي مين؟ الواي. تخبي مين؟ الواي. تخبي مين؟ الواي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اخبي الواي ازاي؟ اجي اقول لك زي الشاطر، فين اللون بتاع الواي؟ الواي باللون الاخضر. امشي 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 لحد ما اللون الاخضر يستخبى كله معاك اهو. لما اللون الاخضر استخبى، فين الحته اللي باقي لك؟ من نيجاتيف 3 لحد كام؟ اولك هنا كام؟ نيجاتيف 1. من نيجاتيف 3 لنيجاتيف 1 كده اللون الاخضر مستخبي، وفي جزء من اللون الاحمر استخبى معايا وانا ماشي. يبقى معنى كلامي ان الاجابه من نيجاتيف 3 لنيجاتيف مين؟ لنيجاتيف 1. وفي الديفرنس بسال نفسي سؤال، النيجاتيف 3 جوه الجيم ولا بره الجيم؟ الجيم هنا، نيجاتيف 3 براها. لو بره الجيم هي كلوزد، تنزل كلوزد زي ما هي. اللي بره الجيم ينزل زي ما هو. اللي بره الجيم ينزل زي ما هو. طب النيجاتيف 1 جوه الجيم ولا بره الجيم؟ لا دي جوه الجيم. لو جوه الجيم تتشقلب، لو جوه الجيم تتشقلب. الكلام ده في الديفرنس. هي كلوزد تقوم انت مخليها اوبن. تاني، النيجاتيف 3 جوه الجيم ولا بره الجيم؟ بره الجيم، تنزل زي ما هي. طب النيجاتيف 1 بره الجيم ولا جوه الجيم؟ جوه الجيم تتشقلب. لو جوه الجيم تتشقلب، لو جوه الجيم تتشقلب. طب اجي اقول لك بمناسبه دي، اجي اقول لك طب تعالى لي كده قول لي رابع واحده، وهي اكس واي ديفرنس اكس. بالمره بقى، ما هي نفس الفكره. واي ديفرنس الاكس تخبي مين؟ خبي الاكس. الاكس باللون الايه؟ اللي انا عامله باللون الاحمر. افضل ماشي لحد ما اللون الاحمر كله يختفي. اختفى اهو. بقت من كام لكام؟ ال5 اهي وال3 اهي. يبقى من 3 ل5. يبقى من 3 ل5. ال3 اوبن ولا كلوزد؟ كلوزد. حلو. ال3 جوه الجيم ولا بره الجيم؟ دي جوه الجيم يتشقلب كلوزد، يبقى ال3 اوبن. ال5 بره الجيم تفضل زي ما هي. بره الجيم تفضل زي ما هي، يبقى تفضل اوبن زي ما هي. حلو الكلام؟ جميل جدا. نيجي اللي بعده. ايه هو بقى؟ اللي بعده لما اجي اقول لحضرتك اكس داش. اكس داش دي ودي مهمه جدا. ايه اكس داش دي؟ اسمها اكس كومبلمنتري. ولما اجي اسالك عن الاكس داش مالكش دعوه بواي، ولما اسالك عن الواي داش مالكش دعوه باكس. يعني ولا ده ليه دعوه بده ولا ده ليه دعوه بده. ايه اكس داش؟ هو كل مين الست الدنيا، مين النمبر لاين كله؟ النمبر لاين كله هو يعتبر ار، اللي هي الريل نمبر كلها. هو النمبر لاين ده يعتبر ايه؟ يعتبر الريل نمبر اللي هي ار، لان الريل نمبر من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي كله. الحته اللي في النص دي اسمها ايه؟ اللي متلونه بالاحمر؟ اكس. امال انت بقى ايه هي الاكس داش؟ قال لي لا ده الاكس داش انت اللي متلون بالاحمر ده اكس، صح؟ لكن الحته الفاضيه من بره والحته الفاضيه من بره هنا دي اكس داش، ودي برضو اكس داش. يعني معنى الكلام ايه؟ لما اجي اسالك عن الاكس داش احفظها كده للناس اللي ما بتفهمش والناس اللي بتفهم. هقول طريقتين، طريقه للحمار اللي بيبصمج وطريقه للي بيفهم. لما اقول لك اكس داش تقول لي دايما هي ار ما عدا مين؟ ما عدا اكس. فين الاكس؟ اهي اهي. يبقى لما اقول لك عايز اكس داش تقول لي ار ما عدا الاكس، بس مش هتكتب اكس، هتكتب الارقام بتاعت الاكس اللي هي مين بقى؟ نيجاتيف 3 و3 كلوزد.
طب لما اقول لك واي داش هتقول لي ار ما عدا مين؟ الواي اللي هي كام؟ نيجاتيف 1 و5 اوبن، دي كلوز دي اوبن زي ما هم، ما بنلعبش كتير. يبقى ار ما عدا تكتب الاكس زي ما هي، ار ما عدا تكتب الواي زي ما هي. بسالك عن الاكس داش ار ما عدا الاكس، لكن لو سالتك عن الواي داش يبقى ار ما عدا الواي، بدل ما تكتب حرف الواي اكتب الحاجه بتاعته. تمام؟ حلو الكلام. طب ايه الطريقه الثانيه للناس اللي بتفهم؟ انا لو جيت سالت حضرتك عن الاكس داش، انا قلت لك طريقه، اقول لك الثانيه. انا مش قلت لك ان الاكس داش دي اكس اللي على يمينها واللي على شمالها اكس داش؟ طب اللي هو مين بقى؟ مين اللي على شمالها؟ من نيجاتيف انفينيتي لمين؟ الجزئيه دي مين؟ من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 3. حلو. مين اللي على يمينها؟ من ال 3 يونيون، من ال 3 لحد مين؟ لحد الانفينيتي. الانفينيتي كده كده اوبن، والنيجاتيف انفينيتي كده كده اوبن. مشكلتي كلها في مين؟ في التاني، النيجاتيف 3 وال 3. تعالى بقى، هي النيجاتيف 3 كلوزد ولا لا؟ لو كلوزد خليها اوبن، ولو اوبن خليها كلوزد. ال 3 كلوزد يبقى برضو خليها اوبن. نفس الكلام لو طلبت منك الواي داش، وهاجي اتكلم معاك فيها دلوقتي حالا، بس في مساله تانية. اتفقنا؟ حلو قوي. فهمنا من دي حاجات كتير. نيجي لغيرها. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اف الاي، مين ايه دي يا مستر؟ وبي. عادي يا عم، انا سميتها اكس وواي، سميتها ايه وبي ما يفرقلكش. فاجي اقول لك تعالى كده زي الناس اللي بتفهم وارسم النمبر لاين بتاعك اهو. يلا. اهم من انك تشتغل، اهم من الشغل تظبيط الشغل. يلا. نيجاتيف 4 ل 5 يبقى الايه من نيجاتيف 4، ادي نيجاتيف 4 لمين؟ لحد النيجاتيف 4 كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد. يلا. طب وال5 ادي اوبن. يلا. ماشي. وادي دوت كده. حلو الكلام. ادي دوت مين؟ دوت الايه. طب وبعد كده البي بقى، البي قال لك تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. البي من نيجاتيف 6 ل 0. فين النيجاتيف 6؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ لازم تفكر وتحدد. النيجاتيف 6 اصغر من النيجاتيف 4، يبقى هنا. ادي النيجاتيف 6. طب النيجاتيف 6 اوبن، تمام. طب الزيرو في النص هنا، لان نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 زيرو، وليكن الزيرو هنا. انا بفترضها كده بالحب، حطيتها هنا حطيتها هنا مش فارقه، بس المهم ما اجيش زي الغبي احط الزيرو اكبر هنا بعد الفايف. انا لو حطيته بعد الفايف انا اعتبرته اكبر من الفايف، صح؟ حلو. الزيرو كلوزد ولا اوبن؟ لا يا عم كلوزد. وتقوم موصل ده بده. يلا اعمل كده ولون. دوت مين؟ دوت البي. اول الاسئله اجي اسالك عايز مين هنا الاول؟ عايز ايه انترسكشن البي. انا هكتب هنا الاجابات على طول. حلو الكلام. ايه انترسكشن بي؟ انترسكشن، خلي بالك، خداع. ليه؟ طلب الانترسكشن الاول مش اليونيون. ولازم تفرق الانترسكشن يعني مشترك. فين الحته المشتركه ما بين اللي فوق واللي تحت؟ هتقول لي هي دي الحته المشتركه. من كام لكام؟ من نيجاتيف 4 لزيرو. يبقى من نيجاتيف 4 لحد الزيرو، والنيجاتيف 4 مالها؟ كلوزد. طب والزيرو مالها؟ كلوزد. هم كلوزد، يفضل كلوزد في الانترسكشن. صح يا استاذي؟ الدكاتره والبشمهندسين الكبار، صح ولا لا؟ اللي بعده اليونيون بيلم. اليونيون بيلم من اولك لاخرك، يعني من نيجاتيف 6 لكام؟ ل 5. النيجاتيف 6 هتفضل اوبن وال5 هتفضل اوبن، لان اليونيون الاوبن اوبن والكلوزد كلوزد ما بيغيرش عند حد حاجه. اتفقنا؟ طيب كلام جميل. نيجي اللي بعده. ايه ديفرنس البي؟ هو ايه ديفرنس البي؟ قلتها كم مره؟ تعال نخبي. خبي مين؟ خبي التاني، خبي البي. البي باللون الايه؟ الاخضر. امشي مع اللون الاخضر لحد ما يستخبى. اتبقى لك من 0 لكام؟ ل 5. من 0 ل 5. قلت لك هنا انت الحته اللي في النص دي سميناها مين؟ الجيم. تعود دايما تكتبها، لو كتبتها هيعرف ان دوت انت تبعي. حلو. اكتب جيم هيعرف انك تبعي. تمام. حلو. الجيم بقى انت عندك قلنا من نيجاتيف فوق من 0 لمين؟ ل 5. السؤال اللي بساله في الديفرنس، بسال السؤال ده في الديفرنس. عندي سؤال
يا زيرو الزيرو انت جوه الجيم ولا بره؟ جوه الجيم يبقى هتتشقلب، انت كلوزد يبقى هنخليك اوبن. طب الفايف انت بره الجيم تنزلي زي ما انت، اللي بره الجيم ينزل زي ما هو. نيجي اللي بعده، بي ديفرنس الايه. بي ديفرنس الايه، خبي الايه، خبي التاني، خبي التاني، خبي التاني، خبي الايه. لما تخبي الايه خبي اللون الاحمر. شكرا اهو. يبقى لك من نيجاتيف 6 ل 4، يبقى لك من نيجاتيف 6 لنيجاتيف 4. النيجاتيف 6 السؤال اللي بساله، يا نيجاتيف 6 انت جوه ولا بره الجيم؟ نيجاتيف 6 تقول لي انا بره الجيم، انزلي زي ما انت. طب النيجاتيف 4 جوه الجيم، هي كلوزد يبقى نشقلبها نخليها اوبن. نيجي لمين بقى؟ للاي داش. قلت لك الاي داش هتبقى ار ما عدا مين؟ ار ما عدا الاي، يبقى ار ماينس ويشيل الاي. ار ماينس ويشيل مين؟ وشيل الاي. فين الاي؟ اهي، روح ارزعها نيجاتيف 4 و5. معلش انا اسف بقى، ممكن تقول لي الطريقه الثانيه؟ تعالى ادي الاي داش. عشان تقولي الطريقه الثانيه امسك كده اي لون مختلف اهو، واحده واحده معايا. ماشي، زي اللون مثلا الايه وليكن ده. فين الايه؟ اهي، دي الايه، مالكش دعوه بالتحت. الايه اهي، اللي على يمينها واللي على شمالها دول الايه داش. هنا نيجاتيف انفينيتي وهنا الانفينيتي. في كام حته؟ الاي داش الحته دي والاي داش الحته دي. شكرا، اكتبهم بقى. الحته الاولى من نيجاتيف انفينيتي، من نيجاتيف انفينيتي لحد كام؟ لحد النيجاتيف 4. بعد كده يونيون. الحته الثانيه من الفايف لحد مين؟ لحد الانفينيتي. حلو الكلام. من نيجاتيف انفينيتي كده كده اوبن، والانفينيتي كده كده برضو اوبن. طب النيجاتيف 4 كلوزد تشقلبها اوبن، كلوزد. الفايف اوبن تشقلبها كلوزد. ايه ده؟ يعني في الديفرنس او في الاي داش الكلوزد بخليه اوبن والاوبن اخليه كلوزد. كده كده الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي ما ينفعش يتغيروا، ما ينفعش ايه؟ يتغيروا. اجي للبي داش برضو نفس الكلام، ار ما عدا، ارزع البي. طب يا مستر بي بكام؟ بنيجاتيف 6 والزيرو. يا مستر طب دوت لو سؤال مقالي الزيرو كلوزد، معلش ده لو سؤال مقالي وكتبت الاجابه دي وما كتبتش دي هتفرق؟ لا، الاثنين صح. لكن لو تشوز ساعات بيجيب لي دي على طول. تمام. طب تعالى كده بالراحه بقى. الاجابه الثانيه نعمل نفس الحوار كده بلون تاني اهو. عندك يمين ادي البي داش، وعندك شمال ادي البي داش. حلو، يعني مين ومين؟ من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 6. يونيون من كام لكام؟ من 0 لانفينيتي. طب الله ينور. النيجاتيف انفينيتي ايه؟ اوبن دايما، والانفينيتي اوبن دايما. حلو. النيجاتيف 6 اوبن خليها كلوزد، والزيرو كلوزد خليه اوبن. شكرا. ايه ده؟ الموضوع طلع سهل. طريقه الحل سهله، محتاجه بس مش اكتر من تركيز. الانترسكشن المشترك، اليونيون بيلم، الديفرنس خبي التاني، الديفرنس خبي التاني. واعمل الجيم واسال نفسك انت جوه الجيم ولا بره الجيم. ما تنساش الحركات دي وانت هتعرف تحل كويس. نيجي بقى للي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ بص يا ريس، تعالى كده بقى هنا بقى للاسئله دي. using the number line find كذا. معنى كده ان المساله هنا انا لازم ارسم لدي رسمه وارسم لدي رسمه وارسم لدي رسمه، دول بيجوا لي كاتشوز. فانا عشان احلها كاتشوز مش بحل بالفهلوه، لازم احل بالفهم. في ناس ناصحه ممكن تحل لي مسائل اليونيون في مينتس. ازاي؟ يقول لي يا مستر بص، الناس الناصحه في اليونيون بس، يعني انا بحب الحركه دي في اليونيون، غير كده لا. في اليونيون هيجي يقول لي ايه؟ طب يا مستر بدل ما نرسم، مش اليونيون بياخد من اصغر حاجه لاكبر حاجه من الاول للاخر؟ مين اصغر رقم هنا؟ يقول لي نيجاتيف 3. ده عيل ناصح، ده عيل ناصح وصايع جدا، ده عيل صايع وانا بحب العيال دي قوي. يقول لي مين اكبر رقم؟ يقول لي 7. حلو. انت قلت لي اليونيون، انت قلت لي ان اليونيون ماله؟ اولا كده كده الاوبن اوبن والكلوزد كلوزد، النيجاتيف 3 كلوزد تفضل كلوزد. طب وال7 اوبن فتفضل اوبن. كده انت حليت المساله. ايه ده؟ من غير مرسم او من غير مرسم؟ طب انا لو رسمت، او انا مش هرسم في دي، هرسم بقى في الجايه، مش هرسم دي خلاص. انت فهمتني؟ نيجي بقى ايه للثانيه دي. ديفرنس لا لازم ارسمه، الديفرنس لازم ارسمه عشان هتحلها غلط. تعالى بقى ارسم الرسمه. حلو الكلام. هنا من 0 ل 5، فنعمل كده ونعمل الزيرو. خلي بالك معلش كده، خلينا نقربها شويه كده هنا في النص كده، استنى. ادي الزيرو، زيرو كلوزد ولا اوبن؟ اوبن عشان هو اوبن. حلو، انشيدد يعني. وهنا 5. حلو الكلام. ويلا يا عم
حلو. نيجي التانية من نيجاتيف 3 ل 7. نيجاتيف 3 مكانها هنا، مكانها هنا وهي كلوزد. حلو. ل 7 مكانها هنا. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ال 7 مش في النص. ال 7 اكبر من ال 5 وكلوزد برضه وتوصل ما بينهم. ادي ال 7. طب حلو. هتخبي مين؟ هتخبي في الديفرنس. بتخبي الست الاولانيه، الانترفال الاولانيه ولا الثانيه؟ قلت لك في الديفرنس بخبي الثاني. خبي الثاني من نيجاتيف 3 ل 7 اللي هي باللون الاحمر، وانا بخبي اللون الاحمر. بمشي على المساله كلها بمسطرتك كده، مش على الحته اللي تحت بس، لا انا بمشي على النمبر لاين كله. خبي 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 خبي. ايه ده؟ المساله كلها استخبت، حتى الجزء اللي فوق استخبى. يعني ايه اللي موجود فوق ومش موجود تحت؟ مفيش حاجه موجوده فوق مش موجوده تحت. انا لما خبيت كله استخبى، يبقى معنى كده ان الاجابه بتاعتي ايه؟ جدع يلا، فاي. ما كنتش هتعرفها غير لما ترسمها. طب اللي بعده برضو يونيون، تعال نرسمها برضو. تعال بقى نرسمها يلا. من كام لكام؟ من 2 ل 5. حلو. ال2 كلوزد اهي، لونها يا عم اهي. ادي ال2 وال5 برضو، ال5 اوبن اهي. حلو الكلام، ووصل ما بينهم. التانية بقى من نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 مكانها هنا اهي. النيجاتيف 2 اوبن لحد مين؟ ال3 في النص. ال3 كلوزد وهنا في النص. الانترفال من اللي فين بقى؟ من اليونيون. بياخد من اصغر حاجه لاكبر حاجه، يعني هياخدها من نيجاتيف 2 لحد ال5، والنيجاتيف 2 اوبن فتفضل اوبن، وال5 اوبن فتفضل اوبن. اللي بعده برضه ديفرنس، فاقول لك طب تعالى لونها. يلا ارسمها، ارسمها قصدي، ارسمها من 2 ل 5. ال2 كلوزد ادي اهي، ماشي. طب وال7 ادي ال7 اهي. حلو الكلام، برضو كلوزد، ماشي. وبعدين اللي بعده بقى بيقول لي مين؟ بيقول لي عندك من ال3 لل8. ال3 اكبر من ال2 فال3 مكانها هنا بس كلوزد برضو. حلو. لحد مين؟ لحد ال8 اكبر من ال7 هنا بس اوبن، يعني دي ال8. وصل كده ولون، ما عنديش مشكله. طب وبعدين قال لي لا تعالى بقى، تعالى نحل. هتعمل ايه؟ هتخبي مين؟ خبي التاني. خبي اللي من 3 لل 8. تعالى كده وطي كده معايا وخبي باللون الاحمر اهو. خبي اهو يا عم، خبيت اللون الاحمر. فبقى لي من 2 لحد مين؟ لحد 3. يبقى الاجابه من 2. ثانيه كده معلش. الاجابه من 2 لحد مين؟ لحد 3. طب وبعدين ال2، ال2 خلي بالك ده الديفرنس. فالديفرنس فين؟ الحته بتاعت الجيم. انا ده الانترسكشن، ده الجيم. الانترسكشن دايما بيتسمى الجيم. حلو. ال2 جوه الجيم ولا بره الجيم؟ بره، تنزل زي ما هي كلوزد. طب ال3 جوه الجيم وهي كلوزد، تتشقلب وتبقى اوبن. يبقى من 2 ل 3، وال2 كلوزد وال3 اوبن. اتفقنا؟ طيب نيجي السؤال اللي بعده. حلو. نيجي ايه تاني؟ A و B برضه. تعالى نرسم دي عشان نقدر نحل المطلوب مننا. ارسمها. بيقول لك ايه؟ ادي نيجاتيف انفينيتي، وادي هنا مين؟ الانفينيتي. بيقول لك اول واحده من كام لكام؟ الايه؟ من نيجاتيف 1 ل 3. من نيجاتيف 1 اهي لحد مين؟ لحد 3. وتعود لما ترسم كده تبقى منظم. النيجاتيف 1 كلوزد وال3 كلوزد. في مدرسين بيحبوا لما يرسموا التو انترفال يرسموها على تو نمبر لاين. مش بحب الطريقه دي. ليه؟ بتلخبطك. تمام؟ طب تعالى اللي بعده. ما ترسمها ليش على تو نمبر. استنى بس، ما كملناش ليه؟ ما لوناش اللي في النص ليه؟ ما لوناش اللي في النص ليه؟ دي انترفال ولا ست؟ انترفال. عارف لو كانت ست كنت اللي في النص ده فعلا ما عملتوش، كنت كل ده ملوش لازمه. لكن دي انترفال، فلا اللي في النص ليه لازمه طبعا. ادام انترفال يبقى اللي في النص ليه لازمه. نيجي اللي بعده. من نيجاتيف انفينيتي لل 3. 3 فين؟ ال 3 اهي بس اوبن اهي. ال 3 بس تحت اوبن. ايه ده؟ يعني ال 3 ينفع يكون في رسمه كلوزد وفي رسمه ثانيه اوبن؟ انا مالي يا عم. ادي ال 3 اهي. راح للانفينيتي ولا النيجاتيف انفينيتي؟ راح للنيجاتيف انفينيتي الناحيه دي. هنلعب اللعبه المهمه. يلا. اول الاسئله، عايز ايه ديفرنس البي؟ عايز ايه ديفرنس البي؟ قبل ما تطلع الديفرنس طلع الانترسكشن. انت كده كده عارف ان اللي فوق ده ايه واللي تحت دوت بي. حلو. فين الانترسكشن؟ حدد الانترسكشن عشان انت لازم تحدد الايه؟ تحدد الجيم. حدد الحته اللي بتاعت الجيم. ادي ده وادي ده.
حلو الكلام، يبقى الحتة دي هي الجيم. ماشي. هو أول سؤال طالبه مين؟ إيه ديفرنس البي؟ يعني خبي البي. السؤال ده في منتهى البكاسة، سؤال فعلا في منتهى البكاسة. ليه؟ إيه ديفرنس البي؟ خبي البي كده. لما تيجي تخبي البي كله استخبى، بس عندك مستيك هنا واقعة. ليه؟ هي الثري موجودة فوق بس مش موجودة تحت. فالسؤال ايه الحاجة اللي موجودة عند ايه ومش موجودة عند بي؟ النيجاتيف 1 موجودة هنا وهنا، ودول موجودين هنا وهنا، لان كلهم بلا استثناء متلونين فوق وتحت، الا حاجة واحدة بس، الثري نفسها. الثري متلونة فوق بس مش متلونة تحت. الثري موجودة فوق بس مش موجودة تحت. فلما قفلت كده كله اختفى، بس الثري اصلا مش تحت، الثري فوق. فايه اللي موجود عند الاي ومش موجود عند البي؟ هو رقم 3 فقط. فبالتالي لما هرد عليك بالاجابه هقول لك 3 واعملها في ست، لان انت مطلع الاجابه برقم ما ينفعش احطها في انترفال. تاني، النيجاتيف 1 موجود فوق وموجود تحت، اللي متلون فوق متلون تحت. تيجي عند 3 متلونه فوق ومش متلونه تحت، وانا بسالك ايه اللي عند الايه؟ مش عند البي. الثري مش عند البي بس عند الايه، صح؟ اجي اعكس السؤال واقول لك طب هات لي البي ديفرنس الايه. حلو، هتخبي مين؟ هتخبي الايه. حلو، نكمل كده. خبي الايه اللي هي باللون الازرق، فلما تخبيها هتبقى من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 عادي. يبقى من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1، والنيجاتيف انفينيتي عمري ما هتكلم عليها لانها كده كده اوبن. يا نيجاتيف 1 انت جوه الجيم ولا بره الجيم؟ لو جوه الجيم بتتشقلبي، هي جوه الجيم فهي كلوزد فتتشقلب تبقى اوبن. طب نيجي لمين؟ للاي يونيون مين؟ يونيون البي. مين الاي يونيون البي؟ الاي يونيون البي مقصود بيها بالنسبه لي من اولها لاخرها، من نيجاتيف انفينيتي ل 3، من نيجاتيف انفينيتي ل 3، بس اليونيون دي كده كده اوبن. طب ال 3 يا مستر في منها كلوزد وفي منها اوبن. اليونيون بياخد المقفول، بياخد اللي بيلم، فاللي بيلم لي الكلوزد ولا الاوبن؟ لا الكلوزد، فاليونيون ياخد الكلوزد. لكن لما اجي اقول لك ايه انترسكشن البي، ايه انترسكشن البي؟ الانترسكشن بياخد الجزء المشترك. حلو، فمين الجزء المشترك من نيجاتيف 1 ل 3؟ من نيجاتيف 1 ل 3 النيجاتيف 1 كلوز. هيجي حد يحتار يقول لي في الانترسكشن اخد ال 3 اوبن ولا كلوز؟ الانترسكشن بياخد المشترك، هل ال 3 مشتركه ما بينهم؟ لا، فياخد الاوبن. لو في حاجه اوبن وكلوزد في نفس الوقت الانترسكشن ياخد له الاوبن، لكن اليونيون ياخد الكلوزد، عشان اليونيون بيلم الانترسكشن ما يلمش. هي ال3 مشتركه؟ لا مش مشتركه، فخلاص خد الاوبن، انا مش عايزها، خلاص انا مش عايز ال3. نيجي لمين؟ اخر حاجه وهي البي ديفرنس اللي هي البي داش. مالها بقى البي داش؟ البي داش اللي هي انت عندك مالكش دعوه بالايه بقى كده، انا خلاص ماليش دعوه بالايه، دي البي. يبقى الجزء اللي باقي من بره ده من بره ده هو البي داش. او يا اما اكتبها ار ما عدا البي، يعني ممكن اكتبها ار ماينس واخد البي انقلها اللي هي نيجاتيف انفينيتي ومين وال3. بس انا بحب التانيه دي وهقولها برضو مش هسكت. ازاي؟ تعالى البي داش هكتبها هنا اهي، ال3 لحد مين؟ انفينيتي، يبقى دي ما فيهاش يونيون المره دي، من 3 لانفينيتي. ال3 اوبن خليها كلوزد، والانفينيتي كده كده اوبن. فهمت الكلام؟ كلام زي الفل، كلام محترم. اسئله مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. اخر حاجه واخر سؤالين هوضحهم توضيح مهم، وبعد كده مش عايز اشوف وشكم تاني، وشكرا على كده للدرس ده. تمام؟ طيب حلو قوي. سؤالين بعيدا عن ده بس اقولهم كده سريعا. هو انا لما اقول لحضرتك 3 و5 ماشي كده كلوزد، انترسكشن مع الست اللي اسمها 3 و5 دي تديك ايه؟ ايه ده؟ السؤال ده مهم وحلو قوي. ليه؟ وده بيجي لي كتير في اللي تشوز. هو ايه ده؟ دي ست، والست الرقم ده بيعبر عن حاله وده بيعبر عن حاله، ماليش دعوه باللي ما بينهم، لكن دي انترفال. هل ال3 موجوده هنا وموجوده هنا؟ يبقى الاجابه 3. هل ال5 موجوده هنا وموجوده هنا؟ يبقى الاجابه 5. بس انترفال ولا ست؟
هو هل الارقام اللي ما بين ال3 وال5 هنا موجوده هنا؟ لا، يبقى ساعتها مش انترفال لان مش عايز اللي ما بينهم. المشترك هي ال3 نفسها وال5 نفسها، فالاجابه هتبقى 3 و5 كده ست عادي. حلو. طب لو لعبت لعبه ثانيه وقلت لك ال3 كلوزد وال5 خليتها لك اوبن وقلت لك انترسكشن ال3 وال5 دي ست، فكل رقم بيعبر عن نفسه. ال3 موجوده هنا وموجوده هنا فال3 مشتركه. ال5 مش موجوده هنا بس موجوده هنا، هل ال5 مشتركه؟ لا، يبقى الاجابه مين الرقم الوحيد اللي مشترك هنا ساعتها؟ ال3، فالاجابه تبقى برضه 3. فهمت اللعبه جت منين؟ طب سؤال تاني، لما اجي اقول لحضرتك 3 و5 اوبن يونيون مع ال3 وال5 اللي هي الست. ايه ده دي اوبن ودي ست. اليونيون بيلم ال3 وال5، ده يونيون بيلم كل حاجه. ال3 مش موجوده هنا بس هنا في 3، 5 مش موجوده هنا بس هنا في 5. اليونيون بيلم هما الاثنين هنا اوبن، هما الاثنين هنا موجودين. اليونيون يبقى من 3 ل 5 بس ياخد اللي هيبقوا كلوزد ولا اللي هيبقوا اوبن؟ لا، اليونيون ياخد اللي هيبقوا كلوزد، فتبقى 3 و5 مين؟ كلوزد. تمام؟ طيب في مسائل تانية هنزلها لكم في فيديو تاني ان شاء الله، واشوفكم الفيديو الجاي في فيديو ينزل حل على الانترفال بالاخص لانه درس تقيل ومهم. يا ريت نذاكر الفيديو دوت لما انزله قريب ان شاء الله، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.